هل تساءلت يوماً عن أصل طبق الكسكس؟ ذاك الطبق البسيط الذي يجمع بين النكهة العريقة والتقاليد. يحضر في آلاف البيوت من المغرب إلى ليبيا ومن الجزائر إلى تونس وموريتانيا. في هذا الفيديو سنأخذك في رحلة عبر الزمن لاكتشاف قصة الكسكس من جذوره العميقة في التاريخ إلى مكانته العالمية اليوم. تبدأ قصة الكسكس في شمال أفريقيا، تحديداً في مملكة نوميديا القديمة. هناك اكتشف علماء الآثار أواني طهي مثقبة تشبه الكسكاس، تم العثور عليها في قبور تعود للقرن الثالث قبل الميلاد. هذا يؤكد أن تبخير السميد كان معروفاً منذ أكثر من 2000 عام. لم يكن الكسكس مجرد طعام، بل كان جزءاً من هوية وثقافة مجتمع بأكمله. اسم كسكس يأتي من الكلمة الأمازيغية سكسو، وتعني المكورة جيدة، وهي توصف طريقة التحضير، حيث يرطب السميد بالماء ويلف يدوياً حتى تتكون الحبيبات. ومنذ العصور القديمة كان الكسكس يحضر في المناسبات الكبرى مثل الأعراس وفي يوم الجمعة، ويقدم كرمز للكرم والضيافة. في القرن الثالث عشر ورد أول ذكر مكتوب للكسكس، جاء في كتب الطهي الأندلسية مثل كتاب فضالة الخوان للفقيه ابن رزين التاجبي. ومن هناك انتقل الكسكس إلى صقلية وجنوب إيطاليا، وما زال يحضر هناك إلى اليوم. طبق كسكس السمك في مدينة تراباني. الكسكس ليس نوعاً واحدة، بل هو مئات الأنواع. في المغرب هناك كسكس السبعة خضار، وفي الجزائر نجد الكسكس بالمرق الأحمر أو الأبيض، وفي تونس يحضر بالهريسة والمأكولات البحرية. أما في ليبيا فيقدم بلحم الجمل أو الضأن. وفي مصر الكسكس غالباً ما يحضر كتحلية مع الزبدة والسكر والقرفة. في ديسمبر 2020 أدرجت اليونسكو الكسكس ضمن التراث الثقافي غير المادي للإنسانية. الاعتراف جاء من الجزائر، المغرب، تونس وموريتانيا، وهو يعبر عن مكانة الكسكس كرمز للوحدة الثقافية في شمال أفريقيا. الكسكس ليس مجرد طبق، إنه قصة عن الأرض، عن الحصاد، عن الأيادي التي تلف السميد برفق، عن الجدة التي تعده يوم الجمعة، عن الأسرة التي تجتمع حول المائدة، عن الجذور وعن الذكريات. في كل لقمة من الكسكس هناك نكهة من التاريخ وقطعة من الهوية. في النهاية تذكر حين تأكل الكسكس أنك لا تأكل فقط سميداً وخضاراً، بل تذوق حكاية عمرها قرون، وتكرم تقاليد حية وصلت إليك من أجيال وأجيال. لا تنسى الاشتراك في قناة معرفة وعلوم وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. دعمك يشجعنا لنقدم المزيد من المحتوى الممتع والمفيد.